فبعد أن ماتت جميع الخلائق يقف الله عز وجل في كبريائه، يقف وينادي: كنت أنا الله الذي لا إله إلا أنا، وأبقى أنا الله الذي لا إله إلا أنا يا دنيا. أين أنهارك؟ أين أشجارك؟ أين عمارك؟ أين الملوك وأبناء الملوك؟ وأين الجبابرة وأبناء الجبابرة؟ ثم ينادي المنادي من قبل الله تعالى: أيتها العظام النخرة، أيتها الرمم البالية، أيتها اللحوم المتناثرة، قومي لفصل القضاء بين يدي الواحد الأحد سبحانه وتعالى. فيقوم الناس للعرض على الله عز وجل، وأول من ينشق عنه القبر ويخرج هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول من يخرج إلى الحشر، فيتضرع ويقول لله سبحانه وتعالى: اللهم إني لا أسألك فاطمة ابنتي، ولا خديجة زوجتي، ولا صفية عمتي، ولكن أسألك أمتي يا رب العالمين. فينادى من قبل الله عز وجل: يا محمد، وعزتي وجلالي لأقسمن القيامة بيني وبينك، أنت تقول أمتي، وأنا أقول رحمتي، فلا تضيع أمة بين الشفيع والرحيم. ثم تخرج الخلائق جميعا من قبورهم، ويذهبون مباشرة إلى أرض الحساب، وهي الأرض التي سيحاسبهم الله عليها، وهي أرض بيضاء نقية لم ترتكب عليها معصية أبدا. فيسير الناس في هذا اليوم، منهم راكبا ومنهم ماشيا، ومنهم من يسير على وجهه، كل على حسب عمله في الدنيا وعلى حسب إيمانه. فبعد أن بعث الله الناس وقاموا من قبورهم وذهبوا إلى أرض المحشر، يقومون في أرض المحشر قياما طويلا في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فتشتد معه حالهم وظمأهم، ويخافون في ذلك خوفا شديدا لأجل طول المقام ويقينهم بالحساب وما سيجري الله عز وجل عليهم من العذاب. فيقولون: من يشفع لنا إلى ربنا فيقضي بيننا؟ فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم آدم، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا. فيأتون آدم فيطلبون ذلك منه فيأبى ويقول: لقد غضب ربنا اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، اذهبوا إلى غيري أنا لست لها. فبعد أن يرفض جميع الأنبياء التشفع لهم، يذهبوا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيرضى الله له بالشفاعة للناس لبدء